ازاي تجيب فلوس من تصميم برنامج بلندر من خلال طرق مختلفة زي بيع تصاميم وغيرها من الطرق؟ ده سؤال كتب لي على انستا، والنهارده هجاوب على السؤال ده وهقول لك 4 طرق. اول 3 طرق هم اسهل طرق، والطريقة الاخيرة هي الافضل ولكن الاصعب. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. خلينا ندخل في سرب الموضوع. أول طريقة وهي الفريلانس. أكيد سمعت الكلمة دي قبل كده، أنا هشرحها لك. وهي فكرة إنك تبيع شغلك لعميل من أي دولة بالسعر بتاعك، وليك حرية تغيير الوقت والسعر من 10 ل1500 دولار عادي. دي أكتر طريقة منتشرة دلوقتي في الوقت الحالي. واللي عشان تعمل كده أساسي إن عندك مكان تعرض فيه شغلك، عشان الناس تقدر تشوف نموذج قبل ما تتعامل معاك، وكمان الشركات الكبيرة تقدر تشوف هل أنت مستواك مناسب ومؤهل إن أنت تتقبل ولا لأ. واللي عشان تعمل كده لازم حاجة الناس تشوف شغلك عليها. فمثال، يجي عميل يشوف شغلك ويعجبه وينبهر بيه، ويبدأ إن هو يسألك عن أسعارك، وأنت حر في تغيير أسعارك والوقت. وعشان تعمل كده لازم يكون عندك بورتفوليو، سواء على لينكد إن أو بيهانس أو انستا أو غيره من المنصات. وإن شاء الله هشرح لك على القناة إزاي تعمل بورتفوليو وتطلع بورتفوليو شكله جذاب ليك. وللأسف عشان تعمل كده لازم تعرض شغلك. وننتقل لتاني طريقة، وهي اليوتيوب. دلوقتي طرق نشر واستقبال المعلومات بقت أسهل بكتير من زمان. إن أنت تنشر شغلك وقصتك وتكون بتبني جمهور وفلوس وأنت قاعد وعندك مثال قناة. ودلوقتي تقدر تشوف وتنشر حلمك وخبراتك للناس، والناس هتقدر ان هي تسمعها وتشوفها، وتبقى قادر ان انت تنشر شغلك وقصتك وتكون بتبني جمهور وفلوس وانت قاعد وعندك مثال قناة. انا مختار نيش او مجال محدد ومركز عليه، وبنشر عنه دايما تعليم الناس تبني جمهور بيساوي مشاهدات. ده مفهوم مغلوط ولازم تشيله من دماغك، ولازم تبدأ، لأن نتيجة اليوتيوب بالذات بتاخد وقت، وعشان كده هي من الطرق الصعبة اللي ما رشحش ان انت تبدأ بيها في البداية. ثالث حاجة، بيع شغلك او بيع محتوى او بيع مشاريع، ودي من الطرق الفعالة. وهنا مش شغلك، ولا بيع شغلك او بيع محتوى مشاريع ادونز تساعد الناس. واكتر طريقة انا بحبها وهي بيع قصص، لان الناس بطبعها بتحب القصص وسماع القصص. واول حاجة هنتكلم عنها هي المودلز. عارف انت لما تدور على مودلز جاهزة على انك تستخدمها في شغلك، نفس الكلام تقدر تعمله موديل وتبيعه بالسعر اللي انت عايزه. تعمل موديل بيت أو موديل أي حاجة تيجي في بالك، وأنت تبدأ إن أنت تعرض الموديل ده للبيع بدون حقوق، والكل يستخدمها عادي ولكن بفلوس. بروجيكتس أو مشاريع، ما فكرتش قبل كده إن أنت تشوف شغل الناس وتقدر إن أنت تشوف هو عامله إزاي، وتدخل المشروع وتشوف كل حاجة معمولة إزاي، زي الإضاءة، الموديل، التوبولوجي بتاعت الموديل. ممكن تعمل شغل وتاخد البروجكت بتاعه وتعرضه للبيع، وتخلي الناس تقدر تشتري المشروع منك. ادونز، ممكن كمان تبيع ادونز تفيدك وتفيد الناس زي الادونز اللي قدامك. تعمل ادون خاص بيك يفيدك ويفيد الناس ولكن بفلوس، وتحدد السعر براحتك. ولكن دي اصعب طريقة، لان عشان تعمل ادون بتحتاج غالبا اكتر من واحد، وكمان لازمك تكون فاهم حاجات كتيرة بره البرنامج كمان. ستوري، قصة، تقدر ان انت تبيع قصتك وتشاركها بشكل اصح للناس، وتقدر ان انت تفيد الناس. ولان الناس بتحب القصص فهتلاقي اقبال عليها بشكل كبير. تشارك الناس ازاي بدأت وازاي احترفت، وان انت تشارك الناس القصة بتاعتك، وهتلاقي اقبال عليها كبير جدا. ان الناس بتحب القصص فهتلاقي اقبال عليها. اخر طريقة وهي اصعب طريقة، وهي البيرسونال براند، وهي عبارة عن مجموع كل الطرق اللي فاتوا بنفس الوقت. ولأنها صعبة فهي أفضل طريقة، وهي أكتر طريقة تقدر تعمل منها فلوس. وعشان تقدر تعمل بيرسونال براند ناجح لازمك اسم مستعار ولوجو خاص بالبراند، ومحتوى أو نيش خاص بيك، قصة خاصة بيك تحكيها للناس. اسم مستعار زي اسمي كده كيو، ولوجو خاص تستعمله في كل حاجة. قصة خاصة بيك تقدر تقدمها زي بدأت ازاي، الصعوبات اللي واجهتك وازاي حلتها. محتوى خاص بيك، لازم قبل ما تبدأ في المجال لازمك تختار نيش أو مجال خاص انت كويس فيه عشان تقدر تعمل فلوس من البيرسونال براند. زي قناتي مثلا، الفن والشرح. واللي يميزك عن غيرك هو طريقة كلامك والأسلوب، طريقة شرحك، كاريزمتك، شخصيتك، هي اللي هتميزك عن غيرك. والأهم من ده كله الانضباط، وإنك تفضل مستمر في اللي بتعمله. وبمشي بيها دايما، أو كلمة أو كوت أنا دايما بمشي بيه. حتى أنا حاطه في القناة، في فوق في القناة، اللي هو discipline is a secret.
discipline is doing what you hate to do but doing like you love it. لازم تعمل الحاجة حتى لو انت مش بتحس بمتعة بيها، لان انت لازم تكون منضبط بالحاجة اللي انت بتعملها عشان تطلع نتيجة كويسة، وتبدأ ان انت يعني تجني الثمار ما تعبت، والثمار الحاجة اللي انت زرعتها، واللي هو ان انت بدأت ان انت تتعلم وتشوف فيديوهات زي الفيديو بتاعي، وان انت تبدأ تشوف ازاي تشتغل وازاي. لازم تكون عندك انضباط عشان تقدر تحقق اي حاجة في الحياة، او حتى ان انت تحقق اي حاجة صغيرة زي اللي انا بتكلم عليها النهاردة في الفيديو. وانا عامل لك سيرفر ديسكورد هتلاقيني موجود فيه، اساعدك لو عايز اي حاجة، او هتلاقي ملحقات تساعدك، هتلاقي شات نتكلم فيه عشان نساعد مع بعض، هتلاقي فيه فويس ممكن ندخل انا وانت نتكلم عشان نساعدك في التصميم. ده الانستا، وابعتوا اسئلتكم على الانستجرام بتاعي، ولو احتجتوا الرابط بتاع الديسكورد او اي حاجة مني، اضاءة فيديو بتاع، هتلاقوني موجود على الانستجرام برد على اسئلتكم على ستوري، او حتى بجاوبكم على الخاص، ممكن تسألوا اي حاجة. اشوفكم بعدين، خلي بالكم من نفسكم، يلا باي باي، السلام عليكم.